بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما جرت العاده جبت لكم وصفه بنينه وسهله واقتصاديه. احنا دائما موالفين بالجمعه نديروا الطعام. اليوم جبت لكم وصفه جديده بطريقه جديده. تاع الوسط كما الجزائر وما جاورها يديروا الرشته، وكاين في بعض الاماكن ما عندهمش هذه الرشته. جبت لكم هذه الطريقه تقريبا مشابهه، نديروها بالفيرميسيل والكوجي كيما الرشته. هذه اللي ما عندهمش الرشته، واللي عندهم الرشته يقدروا ثاني يديروا الفيرميسيل شويه تغيير. هنا رايحين نبداو على بركه الله كما راكم تشوفوا. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد، وخلوا لي تعليق شباب باش تشجعوني باش نقدم المزيد. هنا نبداو على بركة الله. درت مرسو تاع الدجاج. انتيا واش عندك؟ درت حبة تاع بصل كبيرة مرابية، مغرف تاع سمن وشوية تاع زيت، نقلي كل شيء مع بعض. هنا نقلي كل شيء مع بعض كما راكم تشوفوا. قلت لكم هذه الوصفة اقتصادية. انا راح نديرها بال لاصوص بيضة، لاصوص بلونش. اللي بتبغي ديرها حمراء لكم الاختيار. هنا ندير التوابل: فلفل الكحل، القرفة وراس الحانوت، الحمص هنا عندي طايب. الخضر انتي واش عندك؟ تقدري ديري الكورجيت، تقدري ديري اللف، تقدري. انني عندي البصله عفوا عندي البطاطا والزروديه، الجزر راني درتهم. درت معهم الحار اللي يبغي الحار. نخليهم يتقلاو ومن بعد نمرق. هنا ندير في التوابل. هنا نسيت الكركم، هذا الكركم نسيت ما درتوش. منيش راح ندير الطماطم، ونمرق بالماء سخون ونخليها تطيب. نجو للفيرميسيل تاعنا. الكونتيتي على حسب افراد العائله. انا راح ندير 2 باكيات كما قلت لكم. هذه الفيرميسيل راح نخدموها اكسبريس، بزاف سهله وتجي بزاف بزاف بنينه. اللي موالفين يخدموا هذه الوصفه يا ريت يخلوا لي تعليق ويقولوا لي واش رايهم، واذا هما يديروها كيما هكا ولا لا. هنا نحكم الفيرميسيل تاعي، ندير لها شويه تاع زيت ونخلط. لازم هذيك الفيرميسيل قاع تتخلط تتغلف بالزيت باش ما تتعجنش. كيما راكم تشوفوا في الصوره نغلفها كاع بالزيت، ومن بعد نجيب الكسكس تاعي باش نفورها. وهذه ما لازملهاش تفويره شحال من مره، معناها مره واحده لهذه الاولى ومن بعد الدوزيام وصاي. هنا نديرها تفور. هنا بعد اللي فارت، هنا نشوف فيها لا فارت ولا لا. نجيبوا الكسكس تاعنا، وهذاك الماء اللي كانت تفور عليه الماء سخون. ندير الملح، الماء اللي كان سخون اللي كتفور عليه نكبو في فوق راح نقول لكم الرشته، فوق هذيك الفيرميسيل هكا كيما راكي تشوفي في الصوره. من بعد نخلط كاع هذيك الفيرميسيل، نخلطها نخليها شويه واحد 5 دقائق ولا حتى داك الماء سخون كاع تشربو. ومن بعد كي تشربو كي شغل ما لازم اعلى بها، ما نديروهاش تفويره شحال من مره كيما هاك. من ذاك نخلط ومن بعد نسويها كاع ونخليها شوي ونعاود نخلط، نصيبها شربت كاع داك الماء وتنفخت كي شغل طابت في الماء سخون. هنا راني خليت لك كاع المراحل باش ما نقلعش لك شغل، ما قطعتش كيف راح نقول لك تلفت لي. هنا خليت الصوره كامله باش تدو فكره كيفاش تكون. هنا شوفوا ما تعجنت ما والو.
ندير لها شويه نتاع سمن ولا زبده. كيما راكي تشوفي فيها تحسبيها كاع تعجنت لك، هي لا، دوكا كي تفوريها تولي مزربعه. شوف هاني نوري لكم. نجيب الكسكس تاعي ونعاود التوفيره التاليه. هنا نديرها تفور. كما قلت لكم ما تنساوش تخلوا لي تعليقات وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد، وتعاونوني اخواتي باش قناتي تطلع ان شاء الله باذن الله. راني ناويه ذا المره نرجع عفوا بعد ما رجعت نكمل باذن الله حتى النجاح، كما يقولوا سكاره في اللي ما يبغوناش. ونديرها تفور. شوفوا هنا كيف فارت وما تتعجن ما والو. هاني نوريكم باللي ما تعجنتش. شوفوا كيف راه مزربعه وتجي بنينه. ندير لها شويه تاع سمن، واللي بغى الزبده يدير لها الزبده، كل حبه وخوتها. تشوفوها في طبق التقديم كما راكم تشوفوا. صدقوني جات بزاف بزاف بنينه. ونبدلوا شويه، دائما نديروا الطعام ولا الرشته نديروا بهذه الطريقه. حنا الفرميسه نديروها غير الشوربه. هنا جبت لكم هذه الطريقه ان شاء الله تعجبكم. وفي الاخير كما دائما نقول لكم وتعودتوا مني، تهلاو في رواحكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد. تهلاو في رواحكم.